قرية شلف قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد أو جبل الأكراد، منطقة الحفة ناحية كنسبة. تبعد عن كنسبة حوالي 1.5 كيلومتر. عدد السكان ما بين 2500 إلى 3000 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. يعمل الأهالي بالزراعة وتجارة الشنغليش ويسمونها السوركي، والسوركي اسم كردي وهو يعني الأحمر. قرى جبل الكرد قسم اللاذقية تعرض لقصف شديد من قبل قوات نظام الأسد، لذلك تهدمت معظم قراه وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية للشمال والشرق سوريا بالتدخل ومد يد العون والمساعدة لأهلنا في الجبل. عائلات قرية شلف: العبد، خليل، داود، درمش، رستم، زهوري، سقومو، شنيعة، صافي، عابدين، عبدو، عراج، كنجو، مبارك، محمود وموسى. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامي من المنطقة الدرباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهل لغتهم الكردية وأن يعلموها لأولادهم وأن يسموا أولادهم بأسامٍ كردية، فلغتنا الكردية كباقي اللغات هدية من الله وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية شلف.